نصف نهائي دوري الابطال بين الاتليتي والريال. مش محتاج اقول لك انك لازم تعمل لايك للفيديو وتصلي على الحبيب، ويلا نبدا الملخص. بتبدا المباراه بكره في السما من رونالدو. ريال مدريد في 2017 كان فريق مرعب، وبكره من لوكا مودريتش لاسكو، ومن اسكو لكارفاخال، وبيلعبها بوش الرجل بس اوبلاك بيتالق وبيشيلها. مدريد زنق الاتليتي في منطقه ال 18، وبكره بيلعبها كاسيميرو وبتروح لرونالدو، ورونالدو ما يسميش عليها. ورونالدو بيفتح المباراة بهدف أول، وشكلنا كده هنشوف مدعكة حرفيا من مدريد. وتعالى نشوف ايه اللي حصل. كرة ركنية وفاران بيحطها في مقتل، ولكن اوبلاك بيطير وبيخرجها. الاتليتي بدأت تفوق، والأولى بانفراد لجاميرو، بس نافاز بيخرج في الوقت المناسب وبيشيلها. بيرد مودريتش بكرة بيموه فيها، وبيحط تسديدة خاطفة أرضية من بتوعه وبتمر جنب القائم. حرفيا الريال في 2017 فريق مرعب تستمتع بأدائه، وعلشان كده عاوزك تستنى الفيديوهات الجاية ضرب نار. رونالدو بيستعرض مهاراته وبيلعب كرة للبنزو اللي بياخدها على الطاير بس بتيجي فوق العارضة. كرة ثابتة وبيخدع جريزمان الكل، وبيلعبها لجودين بس ما يستغلش فرصة عمره. الاتليتي بدأت تستخدم العنف، ويسكو بيتصاب بس بيقوم. اللي بعدها اصابة لكاسيميرو، وبيصر برضو انه يكمل المباراة. التالتة للخال كارفاخال، والمباراة رايحة للعنف اكتر علشان يخلص الشوط الاول بهدف وحيد سجله رونالدو، ويبدأ شوط تاني هينفجر فيه الدون. بس زي ما قلت لك مباراة بين الريال والاتليتي مستني منها ايه؟ اصابات من هنا للصبح للفريقين، وبالتحديد لريال مدريد. ولاعبي الاتليتي بتلعب مصارعة لحد بقى ما يقرر رونالدو انه يعاقب الاتليتي على التدخلات دي، وبتجيله كرة على طبق من ذهب بيحط فيها غله. كرة من رونالدو الهدف الثاني ده المرنجي. خلص يا كريستيانو يا رونالدو. سبيشال وان رونالدو الدون. وبيسجل رونالدو الهدف الثاني ليه في المباراة. مباراة معقدة بس انت في حضرة الاسطورة CR7. والله الواحد وحشه تسديدات رونالدو الصاروخية دي. الاتليتي بتحاول بس صعب تجيب جول بالاداء ده. وقبل الهجمة بكام ثانية انت لازم تسمع الشوالي بيقول ايه. الثالث جاي، الله حي الثالث جاي. وفعلا الدون ما يكدبش خبر. ورونالدو تريك، رونالدو يا مدمرهم يا معقدهم يا معذبهم. مش ممكن الريال الزاهي الاتليتي الباكي، والنصف النهائي حسم في معركة سانتياغو برنابيو. وبيسجل رونالدو الهدف الثالث للريال والهاتريك التاريخي، وهدف يطمن بيه الريال في المباراة الجاية، مباراة العودة.